يا صباح الخير، يا رب تكونوا بخير وانتوا تتفرجوا عليا النهارده. هنعمل بقى النهارده براونيز بدون دقيق ب5 مكونات فقط، جلوتين فري. ان شاء الله يعجبكم. ولو اول مره تشوفوني انا زينب ودي قناتي، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو عجبكم الفيديو. يلا بينا مع بعض نشوف المقادير وطريقه التحضير. عندي في الاول بيضتين في درجه حراره الغرفه، هحط عليهم معلقه صغيره من الفانيليا السايله او الفانيليا البودر، وعندي كمان 3 معالق كبار من الطحينة معمولة من السمسم بس، او ممكن كمان نستبدلها بزبدة فول سوداني حوالي 60 جرام. وعندي كمان نص كوباية من السكر، هنا استخدمت سكر بني، ممكن تستخدموا سكر جوز هند. وعندي كمان نص كوباية من الكاكاو الخام 55 جرام. وعندي معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهقلب بقى المكونات دي مع بعض كويس لغاية لما يختلطوا تماما مع بعض. هتلاقوا الخليط كده متماسك وتقيل شوية. هنخففه دلوقتي، هنزود هنا نص كوباية من المية السخنة وهحطها بقى على الخليط، وهكمل بقى تقليب لغاية لما يختلطوا المواد كلها مع بعض كويس. بس نخلي بالنا نقلب بالراحة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهو ده القوام المفروض هحصل عليه. وبكده بقى خليط البراونيز معايا بقى جاهز. هجيب بقى اي قالب او بايركس احط فيه الخليط، واحط فيه ورق الزبدة، وهصب بقى فيه خليط البراونيز، وهيدخل فرن ساخن مسبقا على 180 درجة. هيقعد في الفرن تقريبا من تلت ساعة ل25 دقيقة على حسب حرارة الفرن بتاعكم. وهسيبه بقى في القالب حوالي 5 دقايق كده قبل ما احركه، وهسيبه بقى يبرد حوالي 10 دقايق كده قبل ما ابدا اقطع فيه. هبدا بقى اقطعه. الكميه دي عملت معايا 12 قطعه. طعمه حلو جدا، ان شاء الله يعجبكم. قد ايه فاديو طري. لو حابين كمان تضيفوا معلقه قهوه سريعه الذوبان في الخليط هتعزز الطعم جدا. طعمه حلو جدا، ان شاء الله يعجبكم. قطعه بقى منه مع كوبايه القهوه تبقى مرضيه جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديدة اللي بنزلها اول باول. باي باي.